عليكم ورحمة الله وبركاته. وهل البدر بدري والأيام بتجري، رمضان هيخلص. والله هو رمضان ده رمضان جميل، يعني اللي هو يعتبر أول رمضان أبدأ فيه المحتوى، وهو رمضان يعني فيه كل خير، يعني كل سنة وانتم طيبين. خد في النص صغير طبعا، عشان خاطر في ناس كانت عايزة تحكي على موضوع الشاي. وفين الشاي؟ ولا الشاي اهو يا منتج يا محمود، الشاي اهو. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ شكرا لردود افعالكم التاني مره الجامد الحلو من غير الكلمه التانيه الاخيره. واتمنى تبقوا كلكم بخير وبصحه وسعاده. والنهارده هنتكلم عن حلقه دايما على بالي. دايما على بالي حبيبي، دايما صورتك في خيالي ما بتمشي، من غيرك الفرحة ما تكملش، قال انت عليا او جاهز كوباية الشاي بتاعتك. ما تبقاش اكتر، الحلقة ده اعتقد هتبقى اطول من قيمة ربع ساعة، ممكن تبقى توصل لنص ساعة او تلت ساعة الى حد ما، يعني من غير التقطيعات بتاعت الاستاذ محمود، يعني لغاية ما يقطعها. انا دايما على بالي. في احيانا الناس بيبقى دايما على بالها ذكريات، قصص، حكايات، روايات، الناس عزيزين عليها. وزي ما سمعنا في الفيديو ان هو دايما على بالك ابن متغرب متغرب بره البلد، وطبعا ابوه وامه وحشينه وهيضطر ان هو يسافر. وجد دايما وحشتني، وبيكلم اخته يعني دايما وحشاني وامه وحشاه. فالانسان هنا بتبقى دايما على باله دايما على بال الشخص التاني. ليه؟ لان احنا يعتبر في الدنيا دي اسباب لبعض، وبنحاول نبقى على قدر الامكان يعني قريبين وكويسين. يعني اذا كان صاحب متغرب، ابن متغرب، خال متغرب، قريب متغرب، طبعا لما بيجي بيبقى لما بيسافر تبقى هو دايما على بالك. ممكن يجيلك مثلا كل فين وفين يقول لك والله ده انا مثلا نفسي اسال على فلان، نفسي اسال على علان. تمام. في بقى اللي احنا هنتكلم فيه النهارده اللي هو دايما على بالي، بحيث الاشخاص المتوفيين، وهو فعلا دايما على بال البني ادمين التانيين، اللي هو دايما على بالي مثلا اهلي، اخواتي، ابويا وامي. تمام. انا هتكلم النهارده عن سلمى منتصر عبد الرحمن احمد، اختي سلمى الله يرحمها. ولان القصه دي بتعبر عن ما بعد المعاناه اللي انا مريت بيها، اللي انا بحكي معاناتي، انا المعاناه اللي انا شاهدتها، اللي انا مش قادر اطلع بيها لغايه دلوقتي. المعاناه المفروض ان انا عشت مرحله اولى اعدادي في 2017 يوم 4/10/2017. الصبح كنا رايحين المدرسه. طبعا كنت في اولى اعدادي وهي كانت في ثالثه ابتدائي اختي. راحت المدرسه، ما روحتش، عملت حادثه، توفت في حادثه عربيه مشهوره في البلد يعني. فما بعد الحادثه ان اختي دخلت، رحنا المستشفى الطحطة العام، قالوا حصلت ان هي في الثلاجه. وطبعا كانت صدمه لي انا كواحد في سن، في 2017 كان عندي حوالي 12 سنه، كنت صغير مش كبير. كصدمه انا مش متوقعها طبعا، عشان خاطر في ناس وحشه وفي ناس حلوه. في ناس ممكن ما تخليكش انك انت تتعامل مع الموضوع بشكل يخليك هادي، في ناس ممكن تتعامل مع الموضوع بشكل يخليك متعجرف وقلقان طول حياتك، على حسب انت بتمر بمين حواليك. الناس اللي حواليك، هل الناس اللي حواليك كانت سليمة ذهنيا، ناس واعية؟ هل الناس اللي حواليك دي عايزة تخليك جاد طول حياتك؟ ده اللي انا هحكي لكم عليه. تمام. يوم 4/10/2017 الساعة 1:30، كان يوم 4، كان في الخميس اجازة والجمعة اجازة طبعا والسبت اجازة، كنا احنا دراستنا كان من الحد للخميس. سلمى الله يرحمها توفت يوم 4/10 بحادثة. الحادثة دي الصبح توفت، راحت المستشفى. انا المفروض في اليوم دوا هنصلوا عليها، فانا رحت الساعة صلينا عليها ما بين المغرب والعشاء، قبل العشاء. فالفكرة في الوقت نفسه دوا هو قبل ما يتم التكفين الاخير، اللي هو الربطة الاخيرة بتاعت اللي هو الميت لما بيجي يتكفن، بيتربط بحيث يضم رجليه، بعد كده يلف لفة الاخيرة اللي هي لفة الرجل. في حاجة اسمها قبلة الوداع. قبلة الوداع دي المفروض يبقى اي حد قريب من الشخص اللي المفروض الميت نفسه، بس كان ميت اخ او اخت او عم او عمه، الاقربون يعني، مفيهاش حد غريب. طبعا امي ما ينفعش، لان الموضوع كان
يعني ممكن اكلمك عن واحده في ثالثه ابتدائي متوفيه صغيره. وابويا طبعا الضنا غالي، ما هيقدرش طبعا ان هو يشوف نحمة من نفسه بالمنظر ده. ومفيش غير انا كاحمد اولى اعدادي طالع من ابتدائي مش عارف اتعامل مع الموقف. ممكن ناس تشوفها عادي، يعني في ناس ممكن تشوف الموضوع عادي، لكن انا بمنظور انا ومنظور مثلا اللي فاهمني ان الموضوع انت في اولى اعدادي انت بتنشئ بني ادم ممكن لغايه دلوقتي اللي هو يقعد يتكلم معاك دلوقتي اللي هو انا مش هيتكلم معاك براحته. هتحس ان الموضوع فيه كسره. موضوع ان حد غالي عليك توفى انت ممكن تكفنه وتشيله وتروح المقابر تدفن وتمشي، لكن تحضر اللي انا شفته ما فاكر اللي انا شفته كويس، فاكر كل حاجه، مع ان الموضوع مجهلني شويه. بس الفكره ان انا طبعا بيقولوا في حاجه اسمها قبلة الوداع، تقرا الفاتحه، وطبعا شفت المنظر ده. هو ده اللي خلاني الوقت خلاني اعرف العب كوره، او مش خلاني اعرف العب كوره، خلاني بني ادم، يعني خلاني بني ادم ناضج اكبر من سني، يعني كفكر وكده يعني. فشلنا الميت واحنا المقابر، كان قرايبنا يعني كويسين معانا. اصحابي فاكرهم اللي جم البيت عندي وانا في الحصه، ان انا بعد الفتره دي انا خدت كل دروسي في البيت، عشان دي الصدمه ان انا ما قدرتش، ان انا خافوا عليا ما انا صح ان انا اروح دروس وكده، خدت كل دروسي في البيت برضه عشان خاطر اتعلم ان انا يخافوا عليا اكتر. يعني الموضوع انا كنت اروح متاخر كده الساعه 11 بالليل، بس في سنه تانية يعني طلعت بره. لكن ما بعد الحادثه انا اتغيرت، بقى عندي صدمه. مش هقول لك صدمه اللي هي شخص يعني مريض، لا انا عندي صدمه انا ساكت، يعني مش ساكت يعني انا مش قادر انسى الموقف. الموضوع كانه معنى اصح زي تعويره وتبقى ماشي على الجبين كده، الموضوع بيعدي كده بعين عليك. مش عارف اقول لك هل الموضوع ده هل ينفع ان انا اتكلم فيه بشكل مبسط. الفكره كلها ان الانسان نفسه ما بيعرفش ازاي يتعامل مع الموقف الا لما، او معنى اصح النعمه اللي في ايديه لو ضاعت بيضيع الانسان، او مش بيضيع، بيفضل لو هو مؤمن بالله قوي هيحمد ربنا، مش هيتبطل عن النعمه يقول لك لا يا عم ده ربنا خد مني حد غالي عليا كده، هيبدا يخش هو موضوع ان ايمانه ضعيف ويخش في مرحله الكفر. لكن الحمد لله يعني رضينا بالله ربنا والحمد لله يعني، وما زعلناش، وان ده حق، وان دي كلنا امانات لبعض عند ربنا عز وجل. زعلان ان هو اختي يعني، والاخوات ما لهمش بدايل، والابهات الاب والام برضو ما لهمش بدايل، والقرايب ما لهمش بدايل. ممكن الحاجه الوحيده اللي لها بديل الصحاب ممكن يبقى ليهم بديل يعني اكتر من مره، لكن الاهل والدم دول ما لهمش بدايل. انت ممكن تستغنى عن قرايبك، لكن صعب تستغنى عن اهلك وابوك وامك. انا قعدت اولى اعدادي كلها المفروض ان انا زعلان، او معنى اصح مش زعلان، مش عارف اتعامل مع الموقف، ساكت طول الوقت. كنت اروح المدرسه ارجع، كان في محاولات بائسه ان اصحابي يخلوني كويس يعني انا اتعرفت على شويه صحاب كويسين في ثانيه اعدادي، لان اولى اعدادي كانوا هم نفس الصحاب، بس احنا كنا معنى اصح فصلين، فصل اولى سواء انا بكلمك على ابتدائي، مرحله ابتدائي اللي هكلمك عليها دلوقتي، فصل اولى اول واولى تاني اول تانية تالت تانية رابع تانية اول وهكذا، بين كل سنه في فصلين. فانا تعاملت مع الموقف ان هو دخلنا المرحله الاعداديه وما كملناش حوالي، كنا احنا في الترم الاول ما كملناش فتره لان احنا لقيت الموضوع بتاعه تمام. رحت اروح مدرسه بقيت اتقطع ما اروحش كتير، اديت الدروس برضو بقيتش اروحها كتير برضو، لغايه يعني الموضوع لغايه ما دخلنا في سنه تانية اعدادي، وان انا بدات ان انا اشوف مركز العب فيه ككوره. برضه انا ما وصلتلكش حاجه في موضوع اختي ان انا عرفتك، بس الفكره ان انا اتعاملت في اخر فتره ان انا الاقي بديل لاخواتي، مش لاخواتي كلهم، للشخص. معايا اسير الحمد لله دلوقتي، ومعايا اسامه ومعايا محمود، وبس كنت بحاول ادور على بديل لسلمى وما لقيتش.
عشان الاقي المقدار الكافي ان الاقي بديل مثلا لاختي، لان انا اتعاملت مع الموضوع كنت وحش في الاول وما فيش حد سليم يعني، فصعب تلاقي بديل، صعب تعيش ببديل. حتى لو لقيت بديل صعب تعيش بيه، لان البديل مش دايم، البديل مش هيديك نفس المقدار اللي انت عايزه. حلاوة البدايات حلوة، البدايات حلاوة البدايات محدش اختلف، بس البديل مش هو مش هو الحل الوحيد اللي يخليك تكمل في الطريق بتاع كده، انك انت تدوس في المرحلة انك تشوف الكور، تشوف الموضوع من ناحية ان هو هيسد احتياجاتك بس. اتمنى يعني الموضوع يبقى دايما على بالي، الشخص ده انا اختي دايما على بالي، وافضل اتكلم مع نفسي كتير. تمام. وانا ما عنديش انجازات في موضوع اختي دوت، انا ما عشتش معاها فتره كبيره، بس انا عايش لغايه دلوقتي بصدمه. انا ما بشوفش لورك على فكره، انا بتكلم بس انا مش قادر اشوف للكاميرا. عشت في فتره صدمه وما زالت. انا عايش سن اكبر من سني كشكل، انا في سن مثلا ممكن اقول لك مثلا سن 18 سنه، انا 18 داخل في 19، بس دماغي ممكن تبقى عايشه اكبر من سني يعني، بس ان انا اغلبيه وقت ساكت. مش عارف هل ده طبيعي ولا لا، لان انا بعد الحادثه جالي كارير انا كاحمد منتصر، ان اصحابي كلهم اللي حواليا دلوقتي عارفين ان دي اللي انا اتشرف بيهم، اذا كان صحاب او زمايل او معارف، اتشرف بيهم كلهم مهما كانوا دول الناس محترمين عليا واللي محترمين ليا وعليا يعني. بس فرحت وخلصت المرحله بتاعت اولى اعدادي اللي كنت واخدها يعتبر في البيت اغلبيتها دروس، وانا فاكر جبت 97% في الترمين. الترم الثاني يعني اللي هو اغلبيته بتبقى الموضوع النتيجه، بشوف النتيجه في الترم الثاني، وبتبقى انت بتعرف اصحاب جديده. دخلت تاني اعدادي وانا عايز العب كوره، عايز اشوف مركزي، وفي نفس الوقت ابويا ساعدني في الموضوع دوت، ان هو دخلني اكاديميه نادي تحت الرياضي. كان ساعتها كان حراس المرمى بيلبس اخضر واللعيبه بتلبس برتقاني، فاكر الموضوع ده. خلصت المرحله دخلت تاني اعدادي. فطبعا كان في ساعتها الاستاذ هو طرائف وعجائب يعني. دخلت مرحله اعدادي، تاني اعدادي، وطبعا كنت رايح مدرسه بس ما كنتش اروح كوتش، لان انا بدات في تاني اعدادي اروح دروس بره مع اساتذه محترمين خالص لغايه دلوقتي يعني. الواحد بيتشرف ان هو بياخد معاهم، ومع استاذ اللي كان بيجي لي في البيت السيد انا بتشرف في الموضوع ده صراحه، لانهم برضه هم اللي لولاهم ما كنتش وصلت لهنا، برضه كنتش كلمت، لان انا برضه اتعرفت على اصحابي هناك كتار. والمفروض ان انا دخلت في مرحله ان انا دخلت تاني اعدادي هبدا اروح دروس وكده. رحت، كان ساعتها كنا نروح كل يوم مدرسه الصبح. تمام. كان كل يوم تلات كان في حصه العاب سنه تالته تاني، كانت تاني اعدادي تالته تاني. فوت تالته تاني دي انا بروح دروس، بروح المدرسه. فطبعا لازم كل الطلاب تعرف تلعب، ما تلعبش كل الطلاب تلعب. ليه؟ لان هو بيلعب دوريات. تمام. فكانوا كل فرقه تاخد الاقوى منها، الاقوى وتركي، تاخد الاقوى وتركي. فكنا حوالي 7 تنفار، 7 فرق، وكل 5 7 ب35، وقول مثلا حوالي 8 فرق، كل فرقه 5. فكان كل فرقه تحاول تكمل 5. طبعا كل واحد خد الحريف، خد الجامد، خد الجامدين، وكده اتبقت اخر 5 اللي هو انا و4 تاني، عشان ما كنتش بعرف العب كوره يعني. لحد اللي يقول لك ان انا كنت حريف يعني، لا انا ما كنتش بعرف العب كوره كويس يعني. اللي دخلت فطبعا قالوا لك يلا 5 تانيين معاهم تيشيرتات او معاهمش تيشيرت يلعبوا، اللي هو لا استاذ ايمن، اعتقد اسمه استاذ ايمن بما اتذكر يعني، بتاع مدرسه استاذ الالعاب. قال لك يلا خشوا العبوا، لازم تلعبوا عشان خاطر كذا. انا فاكر ساعتها الماتش ده، انا طبعا ما بعرفش العب، فمش عارف امسك كوره، فقالوا لا اقف حارس مرمى. وقفت حارس مرمى. طبعا اعمل ايه كحارس مرمى؟ انا ما هقفش اللي هو هقف وصد، لا انا هقف بصد برجلي، الكوره جايه ارض هشوتها كده اللي هو هحاول تمنعها. فعجبني الموضوع ان انا كان عندي ردة فعل بموضوع رجلي، بس ما كنتش المفروض ان انا اتعمق في الموضوع ده، لان الموضوع ده اثر عليا بالسلب، لان انا قعدت الترم الاول العب برجلي. تمام. والترم الثاني دخلت في الاكاديميه، ما بين الترم الاول كنت اروح العب مثلا الاكاديميه كل 3 جمعه في اكاديميه نادي تحت. بعد كده كنت اروح العب كده في الترم الثاني، وكده كنت حارس مرمى اساسي. اللي عجبني حارس المرمى ان انا المفروض كحارس مرمى بدات اتعلم ان انا عندي ردة فعل، عندي شخصيه، عندي
عندي زي معنى صح، عندي دماغ واسعه، اعرف اتكلم، اعرف اعلي صوتي في الملعب هناك مثلا، اللي يعرف يسمعني هناك. فيبقى كانت الموضوع مرتاح العملي ده في الاول، مش دلوقتي عشان خاطر دلوقتي انا بقيت بلعب يعني، حتى اللعب مش جايبش همه يعني. فدخلت لعبت كحارس مرمى على امل ان انا ابقى حارس كبير، وفعلا ثبت انا كحارس مرمى في تاني اعدادي وخلاص خدت المركز بتاعي. فمين بقى كان قدوتي في حراسه المرمى؟ كان جيانلويجي بوفون. جيانلويجي بوفون اللي دخل فيه الهدف بتاع كريستيانو رونالدو في 2018 في ربع نهائي او في نص النهائي. فكان جيانلويجي بوفون هو القدوه او الاساس في الوقت ده، لان انا ساعتها شاهدت ان كان 3 دوري ابطال 2016 17 18 كان على ايد ريال مدريد، كانت اللي هي الثلاثيه الجباره على ايد البروفيسور زين الدين زيدان. طبعا كانت ثلاثيه عظيمه في الوقت ده. ما اعتقدش هل انت قلت لي هل الثلاثيه دي عباره عن ايه؟ الثلاثيه دي عباره عن بنزيما، كريستيانو رونالدو، اسكو، نافاس، مارسيلو، راموس، فاران، كارفاخال، توني كروز، مودريتش، كاسيميرو. هي دي التشكيله بتاعتهم، انا حافظها ليه؟ لانها التشكيله قعدت 3 سنين تكسب دوري ابطال. تشكيله انا النص نهائي بتاع 2016 بتاع المنتدى 6-1 دي هي الافضل والاروع، تمام؟ لانك انت متهان في ملعب الامراء 4-1، تمام، 4-0 قصدي، وخلاص انت جاي تلعب في الكامب نو على امل انك انت كده هتخسر وهتطلع. ده في برشلونه، تمام. بعد كده تكسب بفرق حي، تكسب 6-1 قدام كافاني ودي ماريا ماركو فيراتي واريولا طبعا والشباب الحلوين دول في 2017 قبل ما يروح نيمار طبعا في 2018 نادي باريس. الفكره كلها نصيحتي النهارده، حاول طبعا انا مش ممكن ما اعرفش اكمل الموضوع ده كله للاخر، لان انا عايز احكي لك ان انا كان عندي غريم او ما زال غريم حتى وقتنا هذا، هو الافضل في التاريخ، هو ريال مدريد. ليه غريم ريال مدريد هو الافضل؟ لان انا طبعا لو غريمي ضعيف مش هعرف العب، لو غريمي ضعيف هحس ان اللعبه ممله، ما عنديش منافس. فانا ليه انا موظف الكلمه اكره غريمي؟ لما انا افضل كل شويه اشوف نفسي ان انا توب، اللي هو انا نمبر 1، طب ما انا لازم ابقى نمبر 1 عشان خاطر واحد لازم ابقى نمبر 1 عليه. لو مش نمبر 1 كل مره خلاص، ما انت كده هتمل عن نفسك انك انت نمبر 1. بس انت لازم تبقى غريمك اقوى عشان خاطر يبقى في منافسه، عشان خاطر انت تفرح زياده وفي نفس تزعل زياده عشان خاطر لو الحل لو انت خسرت. بس فالفكره كلها لان الانسان لعب في عاش مرحله محترمه في الاكاديميه مع الكابتن علاء، كان زمايله الزملكاوي وهشام واسامه، طبعا دول علموني. الكابتن علاء هو اللي علمني حراسه المرمى. بس فنصيحتي النهارده حاول تصلي على النبي كتير، كل سنه طيب، العيد جرب يجي. اتمنى تكون بتحاول انك انت تثبت نفسك على الصلاه وعلى قراءه القران، وحاول تخلي الناس كتير على بالك، صل رحمك وتخلي الناس كتير على بالك، لان الموضوع ده بيفرق بعدين. صل رحمك على قد ما تقدر وترحم على اموات المسلمين وعيش حياتك. مفيش حاجه مستاهله، المستاهل صح حياتك انت يعني. فاتمنى ما تزعلش، لكن دايما انا بحبك كاخ وصديق مهما كنت انت مين وفين. ونصيحتي ليك خليهم دايما على بالك، اهلك واصحابك واخواتك، وفي من الصاحب 10 و100 وبس. شكرا ليك، وهحاول ان انا الحلقه الجايه انزلها في اقرب وقت. مش عايز اكدب عليك بس انا مش عارف احكي لك ايه، بس انا احكي لك عن مرحله ثانويه عامه وبعد كده جاب لها كورونا، واحكي لك بقى ثانويه عامه عملت ايه كاولى وثانيه وثالثه ثانوي وكان نظام امتحانات وكده. ان شاء الله تنبسط من بعد الفيديو دوت، لان انا احبك واتمنى يا رب تبقى بالف خير. كان معكم احمد منتصر، سلام. ما تنساش تنزل تحت كده كده ولا كده اسكان يمين ولا شمال، تعمل لي لايك لو عجبك، تديني رايك في الكومنتات، وشارك الموضوع مع اصحابك لو انت حابب مثلا تحكي قصه او عايز توصل رساله لحد. لو محتاج تتكلم معايا خش على الفيس وابعت لي رسائل، مستني رايك تقول لي عليه. ومتنساش تشترك في القناه لان انا عايز اشتراكات.
ف بس شكرا يا صديقي ومع السلامة.